في سنة 1998 كان عادل إمام بيحضر لفيلمه الجديد وقتها رسالة إلى الوالي، وكان حابب إن محمد هنيدي يشارك معاه بدور صغير في الفيلم ده، فعرض على هنيدي لكنه اتفاجئ برفض محمد هنيدي للدور ده لأنه كان وصل خلاص البطولية المطلقة، وكان شايف إن الدور ده لا يليق بمكانته الجديدة وهيرجع له الأدوار الصغيرة تاني. في الوقت ده زعل عادل امام لان بدايه شهره وانطلاقه محمد هنيدي كانت في افلام عادل امام، خد الدور بعدها وعرضه على علاء ولي الدين، واللي كان عنده نفس قلق هنيدي من الدور ان هو هيرجعه تاني للادوار الصغيره، وكان محرج يرفضه لكن وافق وفاء لعادل امام. وحسب ما حكى بلال الفضل في الموهوبون في الارض ان علاء قال له انا هفضل وفي لعلاء ولي الدين اللي اتعرفت في افلامه، ولو رفضت الدور ده ابويا حتى في تربيته هحس ان هو زعلان مني. وعلاء عمل الدور والفيلم نزل، ويشاء القدر ان بعد سنه واحده بس من الدور اللي علاء كان خايف يرجعه للادوار الصغيره يحقق في سنه 1999 اهم احلامه